القليل من ذكر استخدام الأسيد في إضعاف طينة الحكمة وصلابة الصخور حتى العميقة. نتحدث عن القشور والصخور السطحية، نتحدث عن عمق في الصخر هو يضعفه إلى أبعد حد ممكن. ثم تأتي الطريقة الأخرى، إذا كان هناك في ما يزال يعني بعد الأسيد راح يحدث إن هشاشة عجيبة في هذه الصخرة، في هذه الصخور. لكن إذا كان عميق، البعض يحبذ استعمال هذا الشليمون بعد الأسيد حتى يتفتفت بشكل عجيب جدا وسريع. يعني هذه أسرع من موضوع أنه البنزين يضعف، ماء الملح، ماء مع الملح يضعف، لكن